طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، حق قدره ومقداره العظيم. النهارده نهائي كأس العالم للأندية بين بقى باريس سان جيرمان وإنريكي وتشيلسي. أعرب لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن أنه يريد ويرغب في كتابة التاريخ، ويعد جيدا جدا للنهائي، وعن سعادته بتحقيق الفوز على ريال مدريد برباعية. الفوز بهذه النتيجة شعور بالغ السعادة. أنا سعيد بهذا الأداء، وأعددنا لهذه المباراة جيدا. وأضاف إنريكي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: حاولنا استغلال الظروف، وركزنا في المباراة، ولعبنا بشكل رائع في اللحظات الحاسمة، علينا أن نفوز. وأكمل: هذه هي المباراة الأولى التي نستخدم فيها عثمان ديمبلي بهذه الطريقة. هو أفضل لاعب، وانتصر في كل جوانب المباراة، وأعطى كل ما بوسعه. وأتم: حاولنا في كأس العالم، وقد حان الوقت للإعداد الجيد للنهائي، ونرغب في كتابة التاريخ. طبعا على العكس بقى طبعا فريق تشيلسي رئيس جيمس سنفاجئ الكثيرين أمام باريس سان جيرمان. اللاعب ده يثق ريس جيمس قائد فريق تشيلسي في قدراته فريقه قبل خوض مباراة باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية. وسيلتقي الفريقان اليوم في مساء 10 مساء. قال ريس جيمس في المؤتمر الصحفي: باريس سان جيرمان من أقوى الفرق في العالم حاليا، لكن هذه هي مباراة نهائية، مواجهة من مباراة واحدة. الجميع يضعهم كمرشحين للفوز، لكني لعبت في نهايات كثيرة كنا نحن المرشحين فيها ولم نخرج منتصرين. وأضاف: نتوقع مباراة صعبة، لا تفهموني خطأ، فهم فريق مذهل، لكننا أيضا نمتلك فريقا مذهلا، وأعتقد أننا سنفاجئ الكثيرين. وأتم: لقد قطعنا شوطا طويلا منذ بداية رحلتنا، ونحن نتطلع إلى مباراة اليوم بكل حماس. وتأهل تشيلسي النهائي بفوزه على فلومينيسي 2-0 في أولى مباريات المربع الذهبي. في المقابل تفوق باريس سان جيرمان برباعية دون رد على ريال مدريد. لا توجد مباراة للثالث والرابع. طيب، كولويل: باريس سان جيرمان فريق رائع، لكننا لسنا ريال مدريد أو انتر ميامي. كلام جامد من كولويل. شرح ليفي كولويل لاعب تشيلسي سبب أن فريقه ليس مثل ريال مدريد أو انتر ميامي قبل مباراة باريس سان جيرمان. وسيلتقي الفريقان مساء اليوم. قال اللاعب الإنجليزي للصحفيين: باريس سان جيرمان فريقا رائع، لكننا لسنا انتر ميامي أو ريال مدريد. وأضاف: ريال مدريد مختلف تماما عنا، لا يضغط مثلنا ولا يلعب بطريقتنا. على باريس سان جيرمان عدم التوقع أننا سنقدم له نفس المباراة. نحن سنقدم أشياء مختلفة لأننا لاعبين مختلفين. وتابع: الكثير من الناس حول العالم يتوقعون فوز باريس سان جيرمان، لكننا لا نؤمن بذلك. أتذكر أول مرة تحدثت فيها في الإعلام في هذه البطولة
قلت إننا فريق فائز ووصلنا بالفعل إلى هذه المرحلة. وشدد: هذا يثبت أنني لم أكن أكذب. اللاعبون يمتلكون عقلية قوية جدا. نحن متحمسون جدا قبل هذه المباراة النهائية. هذا هو المكان الذي نستحق أن نكون فيه. وأتم علينا أن نحترم طريقة ضغط ولعب باريس سان جيرمان، لكننا لن نغير طريقتنا بالكامل. من أجله لدينا خطتنا وهويتنا التي سنلتزم بها من خلال المدرب، وهذا هو الوقت الذي نقدم فيه أفضل كرة لدينا، لذا دعونا نلتزم بها. وتأهل تشيلسي للنهائي بفوزه على فلومينيس 2-0. ماشي كلام بقى. نرجع بقى لأخبار مصر. عبد القادر بيقول ان هو هيرحل عن الاهلي وهيروح الحزم السعودي، وبيقول لك الزمالك يرفض ضم صفقة 2025 مع انهم هيموتوا ياخدوه قصاد ما الاهلي خد زيزو. كمان خبر كده: الأهلي يتم اتفاقه مع سيراميكا لضم محمد شكري وإعارة الدبيس. تم الأهلي اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لضم محمد شكري بشكل نهائي حسبما علمنا. وافق الأهلي على إعارة كريم الدبيس لكليوباترا لمدة موسم في المقابل. واستعد شكري حاليا لإنهاء كافة الاتفاقيات مع الأهلي تمهيدا للإعلان الرسمي لانتقاله قبل الموسم الجديد. طبعا شكري بيلعب ظهير أيسر. خالد عبد الفتاح كمان راح نهائي مش إعارة لسيراميكا كليوباترا. هيبقى فريق مرعب السنة الجاية سيراميكا كليوباترا. أعلن خالد عبد الفتاح انتقاله من الأهلي لسيراميكا كليوباترا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية. قررت الرحيل عن الأهلي لسيراميكا من أجل الحصول على فرصة للعب، لأن قلة المشاركة في المباريات صعبة، وسأسعى للعودة مجددا. أصبحت لاعب لسيراميكا ولدي طموح جديد من أجل العودة للأهلي وارتداء قميص منتخب مصر. وأكمل خوسير بيرو: أبلغني خلال كأس العالم أنه سيعتمد علي في مركز قلب الدفاع، شعرت أن هناك أمل بالبقاء، لكن بعد العودة لمصر أبلغني أحمد يحيى وكيلي أن الأهلي موافق على رحيلي. وأردف: أستهدف تقديم موسم قوي مع سيراميكا لإثبات ذاتي، وهو تحدي بيني وبين نفسي، وأريد ارتداء قميص منتخب مصر وسأبذل كل ما في وسعي. لاعب الأهلي السابق المحترم محمد سمير يعلن اعتزاله الكرة كما فعل محمود عبد الرازق شيكابالا الزملكاوي. أعلن محمد سمير لاعب زد والأهلي والمقاولون العرب السابق اعتزاله عن كرة القدم. عايزين نشوفه مع إبراهيم فايق إنه الراجل ده كلامه متزن ومحترم وكفاءة، كلامه جيد جدا. وكتير ما نشوف الراجل ده لو أي لعيب حصل له أي ضائقة أو أزمة، أكتر حد كان بيقف مع اللعيبة دي كان محمد سمير. انتقل لسموحة، ثم كان في الأهلي، وبعدين راح سموحة، ثم الاتحاد السكندري، ثم المقاولين، واختتم مسيرته مع زد. قضي الأمر على اعتزالي بعد فترة اعتز بها في الموسم الأخير. فكرت في دخول عالم التدريب، ونادي الزد عرض علي التواجد في الجهاز الفني الجديد، والرغبة كانت متبادلة، وسعيد بتلك الخطوة الجديدة. وأضاف محمد شوقي وعادل مصطفى بمثابة أشقائي، ومن الجيد أن أبدأ مسيرة التدريبية معهما، وسأتعلم منهما الكثير، وعلاقتي بهما جيدة وسأستفيد. وسبب استمراري في زد فلا أشعر بالغربة عكس العمل في فريق آخر، وسأحاول الاستفادة منهم، وهو ما حدث منذ أول يوم. وسعيد بأنني وسط هذه قضيت 12 عام في النادي الأهلي، كانت أحلى أيام حياتي، وتزامنت مع لاعبين كبار، وتجربة الأهلي مختلفة، وكنت أتمنى أن أعود وأنهي مسيرتي في النادي، لكن لم يكن هناك نصيب. طبعا كأس العالم كان فيه جماعة جزء من أسبانيا تقريبا والمغرب. طب في مدينة ملقا تنسحب من ملف استضافة كأس العالم. ملقا الأسباني. أعلن فرانشيسكو دي لاتوري
عمدة مدينة مالاغا الأسبانية انسحاب المدينة من ملف استضافة كأس العالم 2030، وكانت جماهير النادي قد أبدت اعتراضها على تطوير ملعب لا روزيلدا الخاص مالاغا من أجل استضافة كأس العالم. شعرت الجماهير بالقلق من عدم لعب الفريق مبارياته على الملعب خلال فترة التجديد، بالإضافة إلى إمكانية عدم امتلاك النادي للملعب عقب التجديد. قال لا توري خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأمس: بعد كل هذا الاجتماع والمخاوف المشرقة، نعتقد أن أكثر ما يمكن فعله بحكمة وعقلانية وبمسؤولية اليوم هو سحب ملف مدينة مالاغا لاستضافة كأس العالم. إذا كان هذا سيسبب مشكلات للجماهير فلا جدوى من الاستمرار. يجب أن نتذكر أننا عندما قدمنا ملف فعلنا ذلك بهدف الحصول على ملعب جديد، ويجب أن يكون داخل المدينة، وإذا كان ذلك سيخلق هذه المشكلات وكان علينا الاختيار بين كأس العالم والنادي، فنحن نختار النادي والجماهير. إنه شعور مشترك بين الإدارات الثلاث. طبعا مباريات اليوم معروفة. باريس سان جيرمان هيلعب ضد تشيلسي الساعة 10 مساء. طبعا مصطفى محمد في 5 دقايق في مباراة ودية يقود نانت الفوز على لافال وديا 2-0. قاد مصطفى محمد فريقه نانت الفوز على لافال وديا بهدفين. انتصر نانت في أول اختبار ودي الفريقين تحت قيادة لويس كاسترو فنيا، وانتهى الشوط الأول بنتيجة سلبية. شارك مصطفى محمد في بداية الشوط الثاني ضمن تشكيلة 11 لاعبا مختلفا عن 45 دقيقة. استمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 85، وافتتح الدولي المصري الأهداف بعدما حول عرضية ياسين في الشباك بسهولة، وفي الدقيقة 90 أضاف الهدف الثاني من علامة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز الكناري بثنائية. صلى على الحبيب قلبك يطيب.